السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الورد والفل والياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ روتيني النهاردة كان المفروض اروح الشغل، بس كنت ناقصة نوم جدا جدا، ما نمتش بقالي يومين مطبقة ما بينهم. نمت بقى، وكان عندي أكلة لازم أخلصها قبل ما اللي بينزلوا الشغل ينزلوا عشان ياخدوا منها. قمت أجري بقى، تقريبا صحيت الساعة 10، 9:30 عما بدأت كانت 10. المهم الأكلة دي ما عملتهاش بقالي فترة. قطعت طرنشات بصل وطرنشات فلفل أخضر، وقطعت طماطم كل واحدة 4/4 وحطيتها في الخلاط. هعمل حاجة زي صينية البطاطس كده. أنا بحب أشيل اللي هي البذور الصغيرة البيضة اللي جوه الفلفل الأخضر، وبلاقي ناس كتير بتعمل الأكل بيها، مش عارفة ما بيتضايقوش منها وهما بياكلوا ولا ايه، مش عارفة. المهم جهزت الصينية بتاعتي، حطيت شرايح البصل والفلفل الاخضر والبهارات، ملح وفلفل وكمون وكاري وشوية من الزيت، وقعدت ادعكهم او اهرسهم بايدي زي ما بنعمل في صينية البطاطس، آه بطريقة امهاتنا يعني. جبت كمان فصين توم وحطيتهم في الصينية. احنا بنحب الاكلة دي جدا، وعشان ما اكلناش بقالنا فترة قلنا نعملها. آه كنت عمالة اجري ورا نفسي عشان الحق الناس اللي هينزلوا شغله، وخلاص قربت اخلص اتفاجئت انهم نازلين. في ايه يا جماعة؟ انتوا بتنزلوا الساعة 1؟ بينزلوا 1، 1:30، زوجي والولاد يعني. المهم اتفاجئت ان الساعة 12 هم جاهزين وعلى الباب عادي، وما اخدوش الاكل. يعني انا غبت وقعدت اجري ورا نفسي، وفي الاخر ما اخدوش الاكل. حطيت الصلصة على الحاجات دي وحطيتها على النار تتسبك شوية او تقل شوية، وجبت سمك فيليه. كان عندي سمك فيليه بقطعه الواحدة بقسمها على 4، وقمت رصاه في الصينية. ما بحطش السمك الفيليه من الاول، اول ما بحط الصلصة لازم اسيبها تتسبك شوية او تقل شوية، عشان السمك نفسه هينزل مية، فمية مع الصلصة في الاول هيبقى الموضوع كتير اوي اوي اوي. قعدت ارص على قد ما اقدر بحيث ان هو ما يبقاش فوق بعضه، لان لما بيبقى فوق بعضه بيلزق في بعضه وبيتقطع، وانا عاوزة اطلع ساعة الغرف الواحدة بوحدتها. وقمت بادئة بقى اعمل اللي وراه، غطيت الصينية وسبتها. كنت عايزة اعمل رز بشعرية، بس للأسف ما عنديش شعرية. قلت خلاص اعمل رز بلسان عصفور. ما رضيتش اعمل حركة لسان العصفور دي، قلت خلاص يبقى انا هعمل رز حبة وحبة. خدت شوية من الرز اللي انا هطبخه وبدأت ان انا احطه في الزيت، احمصه او اشوحه لحد ما يديني لون. اول ما بدأ يلون اللون ده هبدأ انزل عليه بباقي الرز. هوريك دلوقتي صينية السمك وصلت لفين اهي. قمت نازلة بباقي الرز وحطيت الملح بتاعي. طبعا دي مش كمية الملح، بس انا المفروض بزود نص معلقة كمان، زودتها مع نفسي. وقعدت اقلبهم في بعض شوية، اشوحهم مع بعض شوية، وقمت نازلة بالمية بتاعة الرز عادي. في الخطوة دي او في المرحلة دي هم كانوا رايحين على الباب خلاص ينزلوا. يا جماعة يهديكم يرضيكم، طب استنوا، مفيش فايدة، مش مشكلة يتعشوا بيه، وانا ابقى خلصت غدايا بدري وخلصت. قلت اعمل كوباية شاي وباكو بسكوت نواعم، اقعد واكله، واشرب الشاي شوية، اريح نصايه كده، وبعدين اقوم اشوف باقي الحاجة اللي ورايا. بعين الشاي والسكر بوريكم ان الضرفة فيها حاجات كتير هي محتاجة تتنضف، حاجات كتير اوي في البيت محتاجة تتنضف، هعملها معاكم ان شاء الله. ابني وهو نازل بقى قمت عطياله نايبه من السمك، هياكله بعيش والله، واحد من ولادي يعني. ولما يجي بالليل بقى بقلله بطاطس جنب الرز بتاعه. الغسيل ده محتاج يتنشر. شربت الشاي، كلت البسكوت، وقمت قايمة على الغسيل انشره. عندي الناحية دي قبلي،
الهدوم بتجرب بسرعة جدا جدا من الشمس مجرد ما انشر فيها، فمطلعه الستاره لبره. يعني الناس لما تشوف كده تقول ايه الهبله دي، ما طلع الستاره لبره ليه؟ هو اصلا في الشتاء. انا مطلعها عشان الشمس مش عشان خاطر الشتاء. كنت غاسله شويه فوط وملايه او ملايتين وبيجامتين بيت وخلاص. عندي غسيل تاني غير الغسيل ده، المفروض ان انا هشتغل بقى على الغسيل ده كل يوم مرة او مرتين عشان اخلص منه. في الفيديو ده انا رتبت حتة من البيت ما رتبتهاش من زمان، لان قعدتنا كلها في الصالة. بنتي بتقعد تذاكر في الصالة وانا قاعدة معاها، وباقي البيت بيجوا متأخر يدوب على النوم، فما بنقعدش في الأوضة دي كتير. نصحى نسيبها، نروح ننام هندخلها، غير كده لا. المهم مش عارفة ليه المقطع بتاع الهدوم ده طول كده. خلصت اصلا. قلت اقطع شمام يسقع على بال ما اخلص اللي ورايا واغرف الغدا نتغدى. في الوقت ده كله بنتي كانت في درس 4 ساعات كيمياء، ربنا يسترها. المادة الجاية ان شاء الله يوم الخميس كيمياء، ربنا يستر. ادعوا معايا ربنا يعديها على خير على كل طلبة الثانوية العامة. حاطة ايدي على قلبي قوي من حكاية الكيمياء دي الصراحة. ان شاء الله خير ان شاء الله. قطعت الشمام، كنا جايبين شمامتين كبار، دي وواحدة تانية من كام يوم. التانية قطعناها مسخة جدا 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 ما تداش. حطينا عليها سكر عشان نتقبلها وبرضو ما فيش فايدة. شمامة النهاردة دي بقى روعة، سكر سكر يعني. وانا بقطع اخدت حتة صغننة ادوقها لقيتها جميلة جدا. عارفة ان لو ولادي قدامي دلوقتي هياكلوا منها، انا خدت حتة ادوقها. المهم انا حاطه هنا صينيه وكيسه وبقطع جواها عشان خاطر ارمي الكيسه مره واحده ما بهدلش الدنيا حواليا كده. خلاص ابدا الم الكيسه وارميها. الصينيه تتشطف شطفه سريعه ما تعكتش حاجه اصلا، واقفل العلبه وهنا في التلاجة وابدا اشوف اللي ورايا. الخطوه اللي بعدها هوريكم الاوضه اللي انا هروقها. شوفوا شكلها في الاول وشكلها في الاخر. وعايزه لايك جميله واشتراك من الناس اللي لسه ما اشتركتش. لو انت جديده وبتشوفي القناه يا ريت تشرفيني وتنوريني باشتراكك فيها، دي حاجه تسعدني. دي اوضه بنتي، ايه رايكم؟ كله على كله. هستلمها بقى واشتغل فيها. ده سرير بنتي، هي مهتمه بنفسها، بتحب تحط ملايات كبيره. الملايات عندي صغننه لان الاوضه دي احنا جايبين مراتب سوسات قريب، او الاوضه كلها جايبينها قريب من كام شهر، ما كملتش سنه. المهم ما عنديش ملايات اطفال تمشي مع المراتب دي. كل الملايات بتقوم سايباها وطالعه لفوق زي الملايه الحمراء اللي في ظهري دي. لقيت واحده على اليوتيوب عامله فكره حلوه عجبتني. كانت هتغسل كفر المرتبه، قامت حاطه كوفرته تحت الملايه عشان تحافظ على المرتبه لحد ما تغسل الكفر وينشف وتحطه. قمت جايبه كوفرتين الوانهم متقاربه من بعض شويه يعني، وقلت احطهم على المراتب بحيث ان الملايات لما احطها وتتزحزح من مكانها يبقى فيه حاجه على الكوفرته تحميها. حاسه ان الكوفرتات دي ممكن تحرر، بس اهو مجرد محاوله. لو لقيتها محرره هشيلها تاني وادور على ملايات كبيره بقى. ساعات بحط ملايات كبيره على المراتب دي، بس الملايات الكبيره طبعا ما هماش شبه بعض عندي. كل ملاية سرير كبير فرضاني، بس ما هماش اتنينات شبه بعض. هنا خلاص تقريبا خلصت. لسه السرير التاني هبدأ اشتغل فيه. انا عايزه اعمل دايت بقالي كتير جدا بقول عايزه اعمل دايت وما عملتش. الوزن عمال يزيد يزيد من الكورتيزون اللي باخده طبعا.
ف بجوع جدا جدا يا ولاد، اعمل ايه؟ السرير التاني آه، اقلامها وورقها والتابلت والعروسة بتاعتها والمخدات، حاجات جميلة الصراحة. كنت ناوية اخلص سريعا الكلام ده كله النهاردة على فكرة. كنت ناوية اخلص سريعا عشان هي اما تيجي من الدرس نغرف ونتغدى واقعد بقى فاضية ما وريش اي حاجة، افضل قاعدة جنبها. لملمت الدنيا على قد ما اقدر. طبعا الحاجات اللي اتشالت من على السرير دي هحطها تتغسل حسب ما الغسالة هتاخد، والجزء الباقي احطه في دورة تانية ان شاء الله. ادي الملاية شايفين متشالة من مكانها ازاي، لان هي صغيرة اصلا على المرتبة، وبنشغل المروحة بالليل فبتطير الملاية كمان. قلتلكوا كل اسرارنا يا ولاد. المهم انا هنا لابسة الاسدال، مشغلة المروحة على 3، حر جدا جدا جدا، انا هسح عرق، فعايزة لايك حلوة كده، كفاية الشغل في الحر اللي احنا فيه. دي الكوفرتة التانية، حاولت اظبطها زي ما ظبطت الاولانية وخلاص كده خلصت السريرين. جبت المكنسة وقمت كنسة الأوضة عامة، حطيت كيسة في باسكت القمامة ده أعزكم الله. السجادة اللي على الأرض فيها شعر كتير، مكان ما بنسرح لازق في السجادة، قفلت بقى وقعدت وطيت قعدت ألملمه. افتكرت أم الله يرحمها كانت بتعمل كده. كان عندنا سجادة كبيرة، الشعر بيتلم عليها بسرعة أو بيمسك فيها، كانت تقعد يا عيني على ركبها وتفضل تلملم الشعر ده. افتكرتها لما عملت كده، الله يرحمها يا رب. كده تقريبا خلاص الأوضة خلصت، ناقص بس ان انا احط الملايات على السراير. استنى بنتي تيجي من الدرس تليق لي ملايات على بعضها، لان انا دورت وما وصلتش، الدولاب عندي يضرب يقلب. هنعمله مع بعض برضو، هعمله معاكم ان شاء الله. خدت الحاجات اللي كانت على السراير وحطيت نصهم تقريبا في الغسالة وشغلت عليها، وبعدين رحت اكمل اللي ورايا. بس خلاص اهو. دي الأوضة بعد ما اتعملت تسريحة، روقتها وظبطتها، الملايات محطوطة. طبعا ما عنديش برضو مخدات تدخل او كساوي مخدات تدخل المخدة المجعلصة دي. كده خلصت وهقفل النور واطلع بقى اغرف الغدا بتاعنا ونتغدى، وكل عام وانتم بخير. كفاية عليا قوي كده النهاردة، ده اكلنا انا وهي، رز وبطاطس السمك الفيليه. مع السلامة.